الأخ الكريم الموظف السابق هذا في شركة الاتصالات ما حد يعني الحقيقة أوحى لي أنا عندما أعلنت عن الحلقة في تويتر وضعت الإيميل الخاص. الحقيقة جاتني رسالة من شاب أيضا يعمل في داخل شركة الاتصالات السعودية وترك. الحقيقة أنا أذكرها يعني من باب الحقائق، لأنه هو يقول كيف تلجأ الشركات لتعويض الفارق هذا أو المليارين اللي نقصوا. يقول أنا كنت من الناس اللي يعملوا فيها. طبعا نحن لا نثبت ولا نحن محايدين في هذا الموضوع، وكنا نتمنى شركة الاتصالات أن تأتي وتقول هذا كلام صح ولا كلام خطأ. أنا بقرأ الرسالة لك دكتور طارق والسادة المشاهدين. قال لي: مساء الخير أخي عبد العزيز، أنا أعمل في شركة بدون ما أحدد شركة اتصالات بالسعودية منذ أكثر من 7 سنوات. تمنيت أن أكون معكم في مداخلة، ولكن بحكم وجودي خارج السعودية لا أستطيع. في الشركة بلاوي، ما أكذب عليك، ولكن في هذه الشركة مهزلة ما بعدها مهزلة. تخيل أن بعض الموظفين يقدر يسحب المديونيات اللي عليك ويوزعها على مشتركين آخرين. لكن للأمانة هذا قبل أكثر من 3 سنوات، أيام النظام السابق قبل إصدار النظام الجديد، نظام السيبل. يعني على بلاطة يقدر ينزل عليك فواتير ومبالغ ما استخدمتها. هذا شاب يعمل وعارف من داخل البيرو، ويقول: ولكن للأمانة شركة موبايلي لا يستطيع الموظف سحب أي مبالغ من العميل، ولا يوجد لديهم صلاحيات لمثل هذه العمليات. في حركة ثانية بيعلمنا هذه تحصل بالفواتير، وهي سحب مبالغ تقريبا 90 هللة من كل عميل، وتسجل بالفاتورة استخدام بيانات. مع العلم أن بعض العملاء لا يستخدم الإنترنت نهائيا، لو حسبتها راح يطلع لك مبلغ خيالي كل شهر فيها حاجات كثيرة ما يعرفونها العملاء إلا اللي يتابع فواتيره شهريا وغيره، وأكثرهم ما يعرف. خذ يقول عندك مثلا لو كان عندك اشتراك بالإنترنت 1 جيجا بمبلغ مقطوع 60 ريال مثلا، عند انتهاء حجم البيانات لا يتم إشعارك بانتهاء حجم البيانات. صحيح. وبعدها يبدأ يحسب النظام 1 ميجا 2 ريال ونصف، يعني استخدام نصف ساعة بدون مبالغة 200 ريال. لذلك كثير يصيحوا يقولوا فواتير ما عندنا، لأنهم لم يبلغوا. خذ يقول لك: خذ أخي عبد العزيز العقود الإلزامية، يعني تطلع رقم جديد، لو حبيت تلغي الرقم بعد فترة ترجع للفرع يقولون لك الرقم هذا في عقد الالتزام، وما تقدر تلغي الرقم إلا بعد الفترة اللي ألزمت فيها دون علمك. طبعا اللي يكون فيها عقود التزام ما راح يقل الرسم الشهري عن 150 ريال فما فوق. وإذا فيك خير يقول لي إذا فيك خير لا تسدد، راح تدخل بالبلاك ليست، وبعدها تدخل تلقائيا نظام سمة وتتعطل مصالحك. والجميع بما سمعتم يجزم بوجود خلل ما في أداء هذه الشركات، التي نعرف أنها في النهاية يعني شركات ربحية تهدف للكسب، ولا اعتراض والله على ذلك، فهذا من حقها، ولكننا نؤكد على أن يكون هذا الكسب مشروعا لا استغفالا للمواطن والعميل. وهنا يأتي دور حماية المستهلك التي نتمنى عليها العمل على حمايتنا. الحقيقة لا أود أن أذهب يعني وأنهي الحلقة إلا بعتاب كبير ومرير الحقيقة ومؤلم لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة الانحياز للمواطن، لا تلك الشركات التي سمعت يعني اليوم الأرباح التي تحققها، وتعرف أنت قبل غيرك أنها تحقق يعني هذه الأرباح الطائلة التي لا تضاهيها سوى البنوك، وأتخمت مساهميها من جيوبنا. وموقفك في مجانية التجوال الدولي استاء المجتمع منه. ما الذي يضر تلك الشركات الكبيرة يا معالي الوزير أن تنخفض أرباحها 1 ملاليم لا تكلفها كثيرا، وتأتي أنت لتضفي عليها الشرعية بحجة أنها شركات ربحية من حقها أن تتكسب؟ إن لم تنحز أنت يا معالي الوزير للمواطن البسيط وتتبنى حقوقه وتخفف عليه أكلاف الحياة، فليت شعري من. يا معالي الوزير اتق الله، اتق الله يعني وراقب من ائتمنك عليه والدنا خادم الحرمين الشريفين، وكن في صف المواطن والوطن. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.